هنعمل النهاردة مع بعض الفراخ في الطاجن، بتبقى ريحتها تحفة ولا طعمها خيال. معايا بقى حلة، هنكون غاسلين الفراخ بدقيق وليمون وملح ونقعينها نص ساعة في المحلول النقع بتاعنا. معايا بصلتين كبار، قرن فلفل، نص ليمونة. هنقطع الفلفل والبصل وبعد كده نعصر نص الليمونة. هنحط ملح وفلفل اسود. تمام. معايا معلقة من الزيت، معلقتين من الصلصة، ونقلب كل المكونات دي كلها على بعضها. خلاص كده. بعد كده بقى بنحطها على النار 10 دقايق، هتنزل المية بتاعتها ونديها تقليبة على النار. هي كده خلاص، بعد 10 دقايق بتنزل الصوص بتاعها. الصوص ده هو اللي بيسويها، مش بنحط عليها أي مية. هنديها تقليبة كده وبعد كده نغطي عليها ونهدي عليها النار نص ساعة. نديها كمان تقليبة ونغطي عليها كمان مرة، وبعد ربع ساعة هنجيب بقى معانا الطاجن بتاعنا اللي احنا هنحطه في الفرن. تمام. ونكون مولعين الفرن على درجة الحرارة عالية، هنولع الفرن من فوق ومن تحت. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا نحطها في الطاجن ونحط الطاجن في الفرن. يعني ربع ساعة كده هتكون اتحمرت من فوق ومن تحت وبتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده، بتبقى ريحتها قلب المكان، تحفة. شايفين الفراخ دايبة ازاي؟ جربوا الطريقة دي مش هتندموا. وكده خلاص خلصنا. انا اسماء الحمامسي، لايك وشير، مع السلامة.